Have you ever seen this tiny mark? الكومة مش مجرد فاصلة، دي بتحدد المعنى وبتخلي كلامك أوضح. في الفيديو ده هتعرف معايا بعض أسرار الكومة وإمتى لازم نستعملها بطريقة بسيطة وممتعة. Ready? Let's go! سؤالنا النهاردة متى نضع الكومة؟ هقولك إن ليها حالات، أولا بعد yes أو no أو بعد excuse me اللي هي معناها معذرة. For example, yes he is، حطينا الكومة بعد yes. كمان بعد الشخص المخاطب إذا جاء أول الكلام وقبله إذا جاء آخر الكلام. أولا يعني إيه الشخص المخاطب؟ هو الشخص اللي أنا بوجه له الكلام، سواء بسأله أو بأمره بفعل شيء. For example, أميرة close the door، اقفلي الباب يا أميرة. يبقى أميرة لما تيجي في أول الكلام وهي كشخص مخاطب بحط بعدها كوم. اللي عرفني إنها شخص مخاطب إن جالي بعدها أسلوب أمر، يعني بوجه لها الكلام. Example number 2. How are you علي؟ كيف حالك يا علي؟ يبقى أنا بوجه الكلام لعلي، يبقى علي شخص مخاطب، حطيت قبل الكم. الحالة التالتة معايا بعد بليز لو جت في الأول وقبل بليز لو جت في الآخر. يعني لو بليز جت في أول الجملة أنا بحط بعدها كومة، أما لو بليز جت في آخر الجملة حط قبلها الكومة. Please turn off the lights، من فضلك اغلق الأنوار. Can you pass me the salt please؟ ممكن تناولني الملح من فضلك. قبل please في الآخر حطيت كومة، وبعد please في الأول حطيت الكومة. الحالة الرابعة معايا هو عند التعدد للفصل بين كلمات متسلسلة، زي I have a book, a pen, a ruler and a sharpener. يبقى أنا بفضل أحط كومة 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 لحد قبل آخر اسم أحط and that's it. وبكده نكون خلصنا شرح الكومة. If you enjoyed the video تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. Follow me for more English tips.